مش صعب. يعني مثلا على سبيل المثال انا لما اجي افتح كتاب الفقه على المذاهب الاربعه والاقي فيه حاجات يعني مضحكه مضحكه فعلا. خد يا ست اهو، من تزوج امراه بامراه غاب عنها، فتحت الصفحه اي حاجه كده. لو سمحت كل الشعوب تسمع، كل الشعوب تسمع الفقه على المذاهب الاربعه بيقول ايه؟ اللي احنا بنفخر بيه وبنتوارثه جيل بعد جيل ويعدي قرون وقرون لحد ما وصلنا هنا. بيقول ايه بقى؟ الحنفيه قالوا، خلينا نقول ده الحنفيه قالوا افكار، دي افكار دي الافكار اللي بيقول عليها الرئيس. هذا هو الذي يؤدي الى قالوا لو تزوج رجل بامراه وغاب عنها سنتين فاتاها خبر وفاته، خلوا بالكم ان انا بقرا مش بتكلم من عندي، فاعتدت منه ثم تزوجت. مفيش حاجه اسمها فاعتدت، هذا خطأ. فاعتد. طيب يا سيدي خلي انا اصلي لغتي الاصليه فرنسيه. ثم تزوجت واتت باولاد من الزوج الثاني، اتت باولاد من الزوج الثاني، ثم قدم الاول، جه ظهر فجاه الراجل الاولاني بيقولوا عليه انه مات، فان الاولاد يلحقون بالاول وينتفون من الثاني وتطلق من الثاني وترجع للاول. ما بيقولش الكلام ده الا المجانين. مش تقول لي بقى الحنفيه. لا بس بدون ما نستخدم بعد اذنك، بس من غير ما نستخدم هذه الالفاظ يا سياده المستشار بعد اذنك. ولا يفترض بعد اذنك. وانا بعترض بس على هذه الكلمه الاخيره بعد اذنك، مجانين. اتفضل يا فندم.